المدير الفني الدنماركي يوروب يعقد جلسة مع الأنغولي كاموش لمنحه نصائح فنية، مطالبا إياه بالهدوء أمام المرمى وعدم التأثر بانتقادات الجماهير. المدير الفني ولاعبو الأهلي يهنئون الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك. الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي يرفض استعجال تريزيجي في العودة للمشاركة، ويطالبه بإكمال برنامجه التأهيلي لتجنب أي انتكاسة. ياسين مرعي يؤكد للجهاز الفني جاهزيته الكاملة وعدم شعوره بأي إجهاد. محمد مجدي قفشة يظهر في مران الأهلي لإنهاء بعض الأمور الخاصة مع وليد صلاح الدين. مصدر بالكاف يؤكد أن العقوبة المنتظرة على الأهلي ستكون غرامة مالية ومنع الجماهير من حضور مباراتين، مع إيقاف التنفيذ لمدة عام حال تكرار المخالفات. حالة غضب داخل الأهلي تجاه بعض النجوم السابقين بسبب انتقاد المدرب في توقيت حساس يحتاج فيه الفريق للدعم. تواجد تريزيجي وأحمد سامي وأحمد عاطف قطة في التشكيل المثالي لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الأهلي ينفي سداد راتب مارسيل كولر حتى الآن، ويؤكد التوصل لتسوية رسمية معه سابقا، مع استمرار صرف مستحقات بعض أفراد جهازه المعاون لحين انتهاء تعاقدهم. نادي بيراميدز يرحب بفكرة الدمج مستقبلا مع ناد جماهيري بشرط الحفاظ على الاسم والهوية. موقع القاهرة 24 يؤكد بدء تواصل بيراميدز مع أحمد عبد القادر لضمه بنهاية الموسم مقابل راتب سنوي يصل إلى 1.5 مليون دولار. أزمة بيان الزمالك. أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام يرفض بيان الزمالك ومطالبته بإبعاد محمود بسيوني، مؤكدا أنه لا يحق لأي ناد اختيار الحكام. حسام حسن يدرس المنتخبين السعودي والإسباني قبل معسكر مارس، سعيا لتحقيق نتائج إيجابية قبل المونديال. انتقادات تونسية للكاف. وليد الهشري ينتقد ما يثار حول عقوبات جماهير الأهلي، معتبرا أن الأندية التونسية كانت ستعاقب بشكل أقسى. محللون تونسيون يؤكدون أن الترجي الرياضي التونسي لا يخشى الأهلي، وأن المواجهة متكافئة وحاسمة على التفاصيل الصغيرة. إجماع تونسي على احترافية محمد علي بن رمضان، وأنه سيلعب للأهلي بكل قوة رغم انتمائه السابق للترجي. التأكيد على أن لقاء الأهلي والترجي يعد من أقوى مواجهات ربع النهائي، مع صعوبة توقع المتأهل بسبب تقارب المستوى والتاريخ الكبير للفريقين.